فاتح بي دي اف عندي، فاتح بي دي اف عندي، او فاتح مذكره حملتها من على النت، او فاتح بي دي اف بحث منزله من على النت، رساله منزلها من على النت، وورد انا اللي عامله، ايا كان بقى الحاجه اللي انت فاتحها سواء وورد او بي دي اف. ركز معايا في الحته دي اهو، بقول لك الاثنين سواء وورد او بي دي اف او ايا كان الملف اللي قدامك، هتتك اختصار جميل جدا اللي هو كنترول مع حرف الاف. اول ما ظهر لي ايه؟ بيقول لي حضرتك اكتب لي الكلمه اللي انت محتاج تبحث عنها. فلنفترض انا عايز في الملف او في المذكره بتاعتي ابحث عن كلمه محمد، اهو قام جايب لي في الملف بتاعي حضرتك انت عندك اسم محمد، تمام، وعندك ايه؟ النتيجه واحده اللي هي ريزولت واحد بس، النتيجه واحده بس، اللي هو يعني ايه واحده بس؟ يعني اسم محمد دوت ظاهر لك في الملف بتاعك مره. دلوقتي فتحت ملف بي دي اف موجود عندي، الملف البي دي اف دوت حوالي 703 صفحه، يعني اهوت لما نيجي نبص في البي دي اف اهو 703 صفحه. طب انا عايز ادور في الملف بتاع البي دي اف اللي قدامي ده مثلا على النتائج او على الاهداف او على المقدمه او على تعريف معين. يعني تعالوا كده ناخد من الملف اللي قدامنا التعريف ده مثلا، يعني بدور على حاجه جواه، مش لازم بقى اقعد اقراه كله يعني. مثلا هاخد الكلمتين دول وابحث عنه، ابحث فين؟ بنفس الطريقه بقى اللي احنا قلنا عليها على الوورد، اللي انا هتك كنترول مع حرف الاف، هيظهر لي ايه؟ بص معايا تحت اهو، تحت على ايدك الشمال ظهر لي ريسيرش، يقول لك بقى اكتب لي فيها الكلمه اللي حضرتك كنت بتبحث عنها، اللي هي الكلمه دي اهو. بصوا، اول ما كتبتها في السيرش ايه اللي حصل؟ تعالوا بقى نبص مع بعض كده واحده واحده اهو. بصوا قال لي ايه؟ قال لي انت عندك 9 كلمات في الملف كله، تمام؟ تمام. وقال لي حضرتك لو انت محتاج اللي انا اعمل لك عليها علامه يبقى خير وبركه، فانت اتك طبعا انا محتاج اللي انا اعمل علامه. يعني ايه علامه زي دي كده يا جماعه؟ ما هو بصوا، يعني مثلا اهو هو شفته جعل لك كلمه وعمل لك عليها علامه، تمام، بيعلمها لك يعني. طب ما انت لو رحت كده على الكلمه دي ورحت شلت علامه الصح اهو، شفتوا العلامات اتشالت ازاي؟ طب لا رجع علامه الصح، العلامات رجعت ازاي؟ فاهمين الفكره؟ طب شيل علامه الصح، العلامات اتشالت ازاي؟ طب حط علامه الصح، العلامات رجعت ازاي؟ فاهمين الفكره؟ فهو بيعلم لك في الملف في البي دي اف كله على الكلام اللي موجود قدامك. طب لو جنب الكلمه ديت هتلاقي في سهمين اهو، السهمين دول اللي هم اللي تحت دول مالهم يا عم السهمين دول؟ لو السهم اللي باصص لتحت ده يعني هينزل لك كلمه كلمه لتحت، كلمه كلمه على الكلمه اللي انت بتبحث عنها اهو، بالسهم اهو نزل لي كلمه لتحت بالسهم اهو، بينزل لي بيدور لي عليها في الملف كله اهو، عمال يدور لي عليها في الملف كله اهو. نشيل بس العلامات اللي احنا كنا حاطينها، تمام اهو، تمام، عمال يعلم لك عليها اهو نفس الكلمه اللي احنا بنبحث عنها. بنزل لتحت اهو، ادي 7 اهو، ادي 8 اهو، ادي 9. اتفقنا؟ موضوع سهل وبسيط، ده بس طريقة ازاي اللي انت تبحث في الملف بتاع البي دي اف او ملف الوورد او اي ملف في الدنيا بكل سهولة. هتتك كنترول مع زرار الاف، هيظهر لك ريسيرش، ابحث يا عم في الريسيرش دوت واخلص، انت مش هتقعد تقرأ بقى الملف كله كامل. تمام؟ بالتوفيق.